السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين اخواتي النهاردة ان شاء الله معكم نتيجة مباراة الهلال السعودي والعين الاماراتي في دوري ابطال اسيا في نصف النهائي. انتهت هذه المباراة مباراة الاياب بفوز الهلال السعودي 2-1 على العين الاماراتي، ولكن العين الاماراتي انتصر في المباراة السابقة 4-2، فتنتهي المباراة بفوز العين الاماراتي 5-4، ويتأهل العين الاماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا. أما في هذه المباراة فسجل سالم الدوسري هدف في الدقيقة 51. أما في المباراة السابقة للعين الإماراتي فسجل رحيمي 3 أهداف هاتريك. وإلى هنا يقف الهلال السعودي ويتقدم العين الإماراتي. متنسوش ندعو دعوة حلوة لإخواتنا الإماراتيين بالتقدم والاستمرار والفوز بدوري أبطال آسيا والحصول على المركز الأول. السلامة يا دوسر. لكن الهلال قدم أداء في هذه المباراة لكي يستطيع الفوز، ولكنه لا يستطيع. أما عن العين الإماراتي فسجل هدفين في هذه المباراة، هدف اتحسب وهدف اتلغى بسبب الأوفسايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نغادر ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.